رضع در الوفا بزغره درى بين وسمع بعيال اخوه. درابين غضب وبجيشهم سوى درابين وسواها سوات الروس مي. السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين، السلام على حامل لواء الحسين، السلام على عقيلة الطالبيين. السلام عليكم أحبتي مشاهدي ومتابعي قناة الموقف الفضائية وبرنامج قواف الطف. عظم الله لنا ولكم الأجر في حلقة جديدة من هذا البرنامج الحسيني، معي القلم الحسيني والشاعر الحسيني جميل الدعاس. الله يحفظك استاذ حبيبي، حياكم الله. حياك الله وحيا الله الاخوان وهاي القناه الرائعه، ومشكورين على هذه الدعوه المباركه. الله يرعاكم، حياكم الله وكل الهل. وايضا الرادود الحسيني والحنجره الذهبيه علي عبد الامير الدلفي. الله يحييك استاذ سعد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى عاشوراء الحسين، بذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين وأصحابه وأهل بيته الأطهار. نسأل الله القبول لنا ولكم ولجميع خدمة الإمام الحسين. اللهم رب العالمين. الله يوفقك. أشكرك أستاذ سعد. الله أحبة المشاهدين، في حلقة حسينية بحتة. الإنسان والشاعر الحسيني والقلم الحسيني الأستاذ جميل الدعاس من الشعراء الحسينيين، من الشعر النبطي الأصيل في البادية الأصيلة والحب والإبداع والجمالية. حياك الله أستاذ جميل. حياك الله. أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، أبا القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم أحبتي بهذه المناسبة العظيمة، ألا وهي استشهاد سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين. أحسنت. وبهذه المناسبة طبعا نعزي الأمة الإسلامية جميعا وعلماءنا الأجلاء، ونعزي أنفسنا بمصيبة سيدنا مولانا أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. أحسنتم. شاعرنا وحبيبنا وأخونا وأستاذنا جميل الدعاس من القلم الحسيني في الكتابة الحسينية. الشاعر الحسيني يجب أن يكون مسلح بالفكر الحسيني، أم أي شاعر يكتب القضية الحسينية والقصيدة الحسينية؟ والله أستاذ سعد سؤال جدا لطيف. الله يخليك. الله يحفظك، وأنا أشكرك طبعا على هذا السؤال. القضية الحسينية يجب أن يكون الشاعر لديه فكرة عن واقعة الطف، وعن تاريخ كربلاء، وعن الإمام الحسين والمسيرة، مسيرة السبايا، مسيرة أهل البيت سلام الله عليهم، من خروجهم للمدينة إلى كربلاء، واقعة الطف، الأمور اللي حدثت. لازم يكون ملم بهذه الأمور حتى تكون القصيدة من ضمن فكر ووعي حسيني مبارك. أحسنت. لأنه احنا جاي نشوف بعض القصائد من بعض الأخوة الشعراء يعني ما تليق بأهل البيت البعض. صحيح. يعني بعيدة كل البعد عن واقعة الطف، بعيدة كل البعد عن القضية الحسينية. صحيح. أحسنت. وهذا اللي احنا دائما نشهد به، وبعض شعرائنا الكبار اللي جاي ينصحونا ويقدمون لنا النصيحة. احنا من خلالنا ومن خلالكم ومن خلال قناة الموقف نشيد بشعرائنا، نقول لهم القضية الحسينية قضية كبيرة. نعم. القضية الحسينية خط أحمر. خط أحمر. صحيح. لازم تكون بالحرفة وبالصورة الصحيحة. لازم تكون بالصورة الصحيحة. مسؤولية ومسؤولية القراءة تكون الإمام الحسين مسؤولية عظيمة. لأن الرجل اللي ضحى بمبادئه، الرجل اللي ضحى بعائلته بناسه، يعني احنا ما نساوي قطرة دم للإمام الحسين سلام الله عليه. إيش ما كتبنا، إيش ما ضحينا، إيش ما نسوي لابن رسول الله هو قليل، شيء قليل، لكنه قدر المستطاع. اي والله. أحسنت. ما نقدر نسوي شيء. الله يتقبل. اللهم رب القبول. أسأل من الله القبول. اللهم رب العالمين. أستاذ جميل، القصيدة النبطية الحسينية. نعم. كتبت النبط الحسيني. كتبت أنا. دائما احنا نشوق لهيج كتابات. الله يحفظك. طبعا احنا بغض النظر عن الحوار، لانه وقتنا كلش قليل، لما نقعد ويا هيك اسماء حلوه وهيك ناس مبدعين نستثمر الوقت، نستثمر يعني بالقراءه، نستثمر بالردود وهاي الاصوات الجميله. الله يوفقك. الله نقول بغض النظر عن
الحوار. نعم. نحب نسمع عن نبط هذا الحسين. حلو. طبعا انا اشكرك الله يرعاك، واشكر قناتكم واشكر الدعوه هاي يا المباركه. حبيبي انت كلك ذوق وكلك اخلاص وحب، وانت صوت ميسان نعتبره، بل صوت العراق وصوت اخوتك الشعراء. الله يرعاكم، الله يوفقكم. كنت انا محضر قصيده للامام الحسين شعبي، بس من طلبت عندنا وقت ان شاء الله راح نرجع عليه، لكن عندي قصيده انا وخدمتك، عندي قصيده للسيده فاطمه الزهراء سلام الله عليها. سلام الله عليها. واعتقد قبل لا اقراها، اعتقد اول شاعر حسيني يكتب قصيده نبطي في ميسان بالتحديد جنوب العراق للسيده فاطمه الزهراء، وشاد بها الاخ الشاعر عبد الأئمة المرياني. احسنت. كنا قاعدين بلقاء انا وياه وقريته وانعجبوا بها الموجودين. كلك شعر، الله كلك ابداع. فهاي القصيده ان شاء الله، ان شاء الله، والتوفيق من الله واهل البيت. سلام. اللهم ربنا. يقول: يا بنت سيد الكون وام الساده، ام الحسن والنعم من طاريها. يا بنت سيد الكون وام الساده، ام الحسن والنعم من طاريها. انت وهلش غاده ونعم الغاده. الله عليك. انت وهلش غاده ونعم الغاده، في حاضر الدنيا وكل ماضيها. والحق لابد ينعطي اشاده في كلمه باول سطر نبديها. والحق لابد ينعطي اشاده في كلمه باول سطر نبديها. طبع الكرم للي يحبه عاده، هذه خصايلكم فخر نحييها. الله يحفظك. طبع الكرم للي يحبه عاده، هذه خصايلكم فخر نحييها. اللي ينتخي باسمك ينول مراده. الله يحفظك. اللي ينتخي باسمك ينول مراده، حال الطلب بالموزمه تنطيها. مذكور بالقرآن والربراده، كل الذنوب بودكم يمحيها. سبحان الله. مذكور بالقرآن والربراده، كل الذنوب بودكم يمحيها. والنوب معلوم بصحيح اسناده، والنوب معلوم بصحيح اسناده. عن النبي هو الذي مسميها، مروية عن سيد البشر افاده. هي بنته وسماها ام ابيها. الله عليك. مذكور بالقرآن والربراده، كل الذنوب بودكم يمحيها. والنوب معلوم بصحيح اسناده. عن النبي هو الذي مسميها، مروية عن سيد البشر افاده. مروية عن سيد البشر افاده. هي بنتها وسماها ام ابيها. واللي زرع يكسب ثمر حصادها. الجنة اللي ربك يجازيها. الجنة اللي ربك يجازيها. موفق. الله يحفظك. موفق. سنت يا مبدع. الكتاب الحسينية وين ما تكون هي خير وبركة. الحسين وين ما يذكر بأي مجلس بأي قاعدة هي تكون فاتحة نعمة وخير وبركة على الكل. فأكيد معاي الملا والحبيب والحنجرة علي عبد الأمير الدلفي، هذا الإنسان الخلوق والطيب المخلص. الله يوفقك. جزيل الشكر على هذه الدعوة. الله يرعاكم، الله يوفقكم. هذا واجبنا، وهو نسأل الله بحق الحسين أن يكون القبول. نسأل الله القبول الجميع إن شاء الله. اللهم ربنا. مله التراث الحسيني. نعم. أنتم كتسلسلات. نعم. من جيل إلى جيل إذا وصل يومكم. أكيد. التراث الحسيني بعدكم ترددون به أو تمشون على نهج الكتابة القديمة. نعم. أستاذ سعد، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للتراث الحسيني نعم. مدارس. أحسنت. وهذه المدارس هي تخرجت منها هذه الأجيال. نعم. عندك مثل حمزة الزغير الله يرحمه، الرادود القدير. الله يرحمه. الرادود ياسين الرميثي. المرحوم عبد الرضا النجفي. نعم. الرادود القدير الله يطيل في عمره جاسم النويني، وكثير من الرواديس القامات. كنتوا على خطاهم. نعم. احنا اذا ما نسمع للتراث الحسيني ما نقدر نقرا هذه القصائد الحديثه. سنت شو محاضرنا هسه احنا الحوار طبعا كل شيء وياك، لكنه وقتنا كلش ما يسمح لنا بالحوار. ان شاء الله. نريد نسمع اليوم، نريد نستثمر هاي القعده الحسينيه. الله يوفقك ان شاء الله. قصيده لبدايه الشهر محرم الحرام. احسنت. لخادم الحسين الشاعر احمد الذهبي الله يوفقه ان شاء الله. وعلي. شهري لي جروح هلاله مذبوح، وللمصيبة تحضرنا
حضرينا شهر الآلام وحرق الخيام، جرح مو هين علينا شهر بنحر الطفيل والسما تمطر نبيل، شهر الجروح شهر الجروح. جهزينا هالمواكب والشوارع والخيم، وصارت بكل بيت راية بها سم راعي العلم، بالدمع خنواس زينب وانتشارك بالألم، شرف لو عند الزكية الله يحسبنا خدم، صوتي يصعد للسما فاطمة يا فاطمة، شهر الجروح شهر الجروح. وكون مو بس نلبس اسود من يجي شهر الحزن، الله وكون مو بس نلطم واحنا جفوفنا يتقطع، كون مو بس نلبس اسود من يجي شهر الحزن، كون مو بس نلطم واحنا جفوفنا يتقطع، وتنزل الدمعة على زينب بهلون من الشجن، هاي من الله الشعائر باقية طول الزمن، والاقلام الحاربة يما واكبنا الله، شهر الجروح شهر الجروح. ما شاء الله، احسنت، موفق ملح. هذا الاخلاص الحسيني وهاي الحنجره الحسينيه موفق ان شاء الله، موفق. طبعا ارجع لضيفي الحبيب والقلم الحسيني الجميل، الله يحفظك، جميل الدعاس، الله يحفظك، الحب والابداع. استاذ جميل، القضيه الحسينيه في الكويت، انتم مو؟ نعم الكويت، يعني لكم تجمع خاص الشعراء النبطيه او الشعراء الحسينيه او الشعراء عامه؟ احسنت. احنا بالبدايه سابقا كنا بس نحضر المجالس. احسنت. المجالس يعني ماكو المواكب هاي بغزره وتطلع بالشارع وكذا. بس هسه حاليا اول 10 بدت للمواكب الحسينيه تطلع. احسنت. واكثر شيء قمنا هسه نطلع بالليل مواكبنا. نعم. تحضرونها؟ نحضر مواكبنا. نعم. اما بالنسبه للاحتفالات او المهرجانات، لليوم السابع عندنا مهرجان للامام العباس سلام الله عليه. وعندنا بعض المهرجانات والمهاويل هم لهم حصه، يعني لهم دور هم بالسابع. وعندنا بالعاشر هم تجمع، تعرف يعني العاشر وليله 11. وعندنا المواكب الحمد لله والشكر مستمره من بدايه محرم الى اخر 40 يوم، الى 40 يوم تقريبا الزياره. مستمرين الحمد لله والشكر. احسنت. بعد ما استمعنا للقلم الجارح والحنجره الذهبيه، نروح فاصل وراجعين. خليكم ويانا. الله يحفظك استاذ. 44. أحبة المشاهدين، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل الحسيني، بعد ما استمعنا للحنجرة الذهبية والقلم الحسيني. طبعا الحب الحسيني والقصائد الحسيني لما تسمعها أنت نفسيتك ترتاح، فكيف لو كانت نبطي حسيني؟ هذا الشوق، هذا الملوحة، الإبداع الحسيني. الله يرعاك. فأستاذ جميل، من الكتاب القصيدة النبطية، الشعر النبطي والشعر الشعبي أنا هم كتبته. أنت كل اللي تكتبه، لكنه إحنا
من نقول القصيده النبطيه لانه كتابتها قليله مو يمكن وياي خاصه في معرض ميسان يعني مو يقل يكتبون. عندنا احنا لا نحكي بميسان العفو. إيه؟ القصيده النبطيه جدا قليله وشعراها نادرين جدا. صح. وامثال جميل اللون النبطي قليل جدا. فعلا صح. لكنه هنا بالحرفه بالجماليه وهاي الباديه اللي تفتح النفس. وهم لا تنسى كل من حسب بيئته أحسنت. ومنطقته اللي عايش بيها. وهذا صحيح. اي نعم. قلت لك احنا نتشوق اكثر لهيك. فالكتابه النبطيه بين الكتاب الشعبي شنو اللي يختلف عندك بالكتابه؟ بالنسبه للكتاب الشعبي اعتياد احنا بدينا شعبي نكون صريحين. اكيد. الشعبي العايشين الدارج اللي عندنا يعني شنو الموجود تقراه. لكن النبطي هنا بامور تاريخيه. يعني شلون؟ يعني لازم من تريد تكتب شعر نبطي لازم يكون عندك المام بالصحراء بالباديه بالدله بالفنجان بتاريخ هنا بالمضايف بهاي الامور يكون عندك المام بهاي الامور من تذكرها لازم تخلي قصيدتك طعم قصيدتك مفردات من هاي الباديه توظفها هنا على مود توصل فكرتها بشيء حلو. الله يحفظك. احنا نطالبك بهاي لكنه بالفاصل الثاني نقول ان شاء الله. هسه شو محضرنا؟ انا خادم. الله يرعاك خادم الحسين. الله يرعاك. عندي قصيده الامام الحسين سلام الله عليه. عليه افضل الصلاه والسلام. الله يحفظكم ان شاء الله. اقول بها: من عطر النبوة انخلق نور حسين. الله. من عطر النبوة انخلق نور حسين، أو نور الشمس ماخذ جزء من نوره. الله. من عطر النبوة انخلق نور حسين، أو نور الشمس ماخذ جزء من نوره. لذلك ما نشوف حسين بس معصوم، من صورة محمد ماخذ الصورة. الله عليك. الله. لذلك ما نشوف حسين بس معصوم، من صورة محمد ماخذ الصورة. أو يا ابن الزهرة، يا ابن الزهرة مو بس عابس المجنون، إذا جنت عقول البشر معذورة. الماي اعتاز شفتك حتى يشرب ماي. الله عليك. الله. الماي اعتاز شفتك حتى يشرب ماي، وخواطر ماينا من العطش مكسورة. الخيم محترقة مو من النار اللي يحرقون، ما رادت خلافك عيشة مجبورة. الله عليك. الخيم محترقة مو من النار اللي يحرقون، ما رادت خلافك عيشة مجبورة. وراسك والرمح متفاهمين هواي، الرمح لو ما جمالك ما أخذ دوره. الله عليك. راسك والرمح متفاهمين هواي، الرمح لو ما جمالك ما أخذ دوره. أو سبيت عقولهم حد ما بختهم طاح. حشاكم. سبيت عقولهم حد ما بختهم طاح، أو كل قطرة من دمك هي منصورة. أبو علي. سبيت عقولهم حد ما بختهم طاح، أو كل قطرة من دمك هي منصورة. أو يا حسين انحنى لك حتى راسي يزيد، ولاذت يم أمانك جيشه وخصوره. يا حسين انحنى لك حتى قصر يزيد، ولاذت يم أمانك جيشه وخصوره. وجت كل الرسل تشتم هوى ملقاك. الله. أبو علي. اجت كل الرسل تشتم هوى ملقاك، وتجنب وجودك حيل مسرور. الله. اجت كل الرسل تشتم هوى ملقاك، وتجنب وجودك حيل مسرورة. أو جبرائيل مو بس هزك وناغاك. جبرائيل مو بس هزك وناغاك، اجل قبرك يشمه ومعتني يزوره. اجل قبرك يشمه ومعتني يزوره. احسنت. موفق. بالتوفيق ان شاء الله. الله يحفظك. مجسده بالابداع. الله يحفظك. انتم القضيه الحسينيه ما عليكم زود. موفق ان شاء الله. القبول. الله يحفظك. ملا علي طبعا الله يرعاك. انا دائما الاصوات الحسينيه اسمح، لانه لك ذوق. الله يرعاك، وانت صوت منفرد جدا، صوت جميل جدا. الله يسلمك. شهاده. الله يوفقك. انسان طيب وشاعر مبدع. التعامل مع الشعراء. نعم. شلون يكون تعاملك؟ بالبدايه استاذ سعد، الشعراء الحسينيين في ناحيه علي الشرقي نعم يعني ما نقول ذيك الكثره الكتاب الحسيني. الكتاب الحسيني. نعم.
يعني عندنا شعراء قليلين جدا. نعم. منجز الحسيني. المنجز الحسيني نعم. قليل. وتكون كتاباتهم من يقرب شهر محرم الحرام. بس مجرد نعم. 10 أيام. نعم أحسنت. وباقي المناسبات نسميها المناسبات الصغيرة وإنما هي كبيرة. استشهاد فاطمة الزهراء، استشهاد الإمام موسى بن جعفر، استشهاد أمير المؤمنين. هذه المناسبات يجب على كل شاعر أن يجسدها، يكتبها. هو كان الرادود. نعم. أول شاعر ربما يجيك رادود يكون على مدار السنة. أحسنت. هو مجهز. نعم الحسين مجهز بالمناسبة بمحرم. نعم. بأي شهر. نعم. يعني مو بس العشرة. أنا البارحة يمكن بالحلقة السابقة كان أحد الرواديد يمكن في شيء موضوع. نعم. يقول البعض يعني العشرة محرم تشوفه رادود مخلص حسيني. بقية ورا ال10 أيام يختلف. هاي يعني حتى يعني الديكورة والزي ماله ينتهي. هي ظاهرة يعني ما أعتقد المفروض نستلهم من الحسين سلام الله عليه المبادئ التاريخ. صعوبة جدا. قبل فترة سولفنا موضوع الحسين. قضية الإمام الحسين مو سهلة. مو اي واحد يتبنى هذه القضيه. مسؤوليه جدا صعبه. قضيه مسؤوليه جدا صعبه يعني. مدرسه الامام الحسين مدرسه تاريخيه ما يقدر يعني مو كل انسان يفهمها ويوصلها بالصوره الصحيحه. اللحن لما تصل للشاعر وتتفقون اللحن يكون من الشاعر او من عندك؟ لا اغلب الرواديد مو احكي بس عن نفسي. اغلب الرواديد ينطي اللحن للشاعر. يقول اكتب لي على هذا اللحن او تجي قصيده من الشاعر بدون لحن. هو يلحنها يوصلها للصوره. هو يلحنها. احسنت. فشنو اللي عندنا ملحن من اي شاعر راح تسمعنا؟ ان شاء الله اسمعك للشاعر حسين الفيصلي الله يطيل عمره. نعم. قصيده لعبد الله رضيع عليه الصلاه والسلام. احسنت. بس القصيده كلها مو جزء من عندها. ان شاء الله. لان احنا ما نحب ان ساعة مشيناها لك بس هسه ما نمشي. حسين حلو. كلك خير بركه. عبد الله بالعاشر تمنيت يا ابني الله سهم اللي يذيب حك بيه يا ريت يا ابني. عبد الله بالعاشر تمنيت يا ابني سهم اللي يذيب حك بيه يا ريت يا ابني. من طف كربلاء سهم صابك حارمله ضامر حليت مذبوح رديت يا ابني. عبد الله بالعاشر تمنيت يا ابني ضام رديت تشرب عذيب. عبد الله ما عندك ذنيب رديت لي بنحرك سهم يا وليدي. الله عطشان قلبك مروى حرمك تشتمي الهوى قبلك اموت يا الولد لو بيدي. قبلك اموت يا الولد لو بيدي. ما حس بيتك رايدي تروح يا ابني. امك تعيش بقلب مجروح يا ابني. هجرك فلا اتحمله وبسهم صابك حارمله. عبد الله بالعاشر تمنيت يا ابني. سنت ملا. وانا ارجو المعذره هذا الابداع تحسن شوي اليوم. الله يحفظك. اي والله. انت انسان مخلص. الله يوفقك. الله يطيل بعمرك ان شاء الله. الصور والشاعر الكبير والحبيب. الله يوفقك. طبعا ما نعرف الوقت الفاصل شلون يخلص وياكم لانه كلش قعدتكم حسينيه بحته وحلوه وواحد جزيل الشكر. الله يوفقك. يمكن اكو قصه صايره وياك يمكن هيك القصه يعني شيقه جدا فيا رب نسمعها باختصار. خلينا نكون الله يراك. الله يوفقك. في يوم من الايام باحد كتاباتي للامام الحسين سلام الله عليه كنت بغرفتي قاعد واكتب للامام الحسين بدايات كتابات. نعم. عندي وليدي ابني علاوي يهز باخته بنيه صغيره خديجه وانا اكتب يعني ملتهي بالكتابه وهو يهز باخته قلت له هزها. فاثناء ما يهز بيها هو مره مرتين تعرف طفل يعني سن. فمن
هز البنيه، جر الكاروك شويه بقوه، طاح الكاروك عليه. الله. فمن طاح الكاروك هو بكى، تعرف طفل، خطير. فعينه صارت علي، استنجد بي يعني. قال يعني كان ابوي خلصني من هاي الشيء اللي جاني، يعني تاذيت كذا كاروك. انا التفتت عليه، تعرف بعد طفل صغير، رحت اشيله، بس الفكر مو يما راح، الفكر راح لعبد الله الرضيع سلام الله. الله شاهد. تذكرت الحاله اللي عاشها عبد الله الرضيع عندما هو يريد ماي، واجاه سهم، يعني بعد غير كل الموازين. هنا وين؟ هنا يريد ماي، هنا اجاه سهم. هاي اللحظه مالت ابني من طاح واستنجد بي ذكرتني بعبد الله الرضيع سلام الله عليه. فتألمت حيل بهذا الموضوع، قعدت بس ابكي. يشهد الله انا سولفتها. اجت امي طبت البيت، شافتني ابكي، هاي امي ايش بيك تبكي؟ قلت لها والله، اشرت لها على صوره الامام الحسين وعبد الله الرضيع بالبيت موجوده عندنا، اشرت لها، يعني اشرت لها على الطفل وعلى على الوضعيه. هاي القصه يعني اذتني حيل، وقعدت انا والوالده وظلينا نبكي على واقعه وقصه عبد الله الرضيع سلام الله عليه. فانا جسدتها ببيتين ابو ذيه، اتذكر، الله يحفظك استاذ، واتمنى اقراها لكم. اي قلت شو اسولف عن ابو اليمه على اللي تذكرته وعلي هاجت علل. شو اسولف عن ابو اليمه على اللي تذكرته وعلي هاجت علل. لي قام وليد هز اخته علي، لي جر كاروك هو طاح وسوس. الله. او طاح ابني وسمعته يصيح باباه وقلبه فتح للأحزان. الله بابه. طاح ابني وسمعته يصيح باباه وقلبه فتح للأحزان. باباه ايش كثر لوعات عند حسين، ايش كثر لوعات عند حسين. بي لبنه من اجى سهم المني، لبنه من اجى سهم المني. الله يحفظك استاذ، الله يحفظك. طبعا دائما الانسان حتى الدمعه لما تكون مخلصه للحسين، اي والله، لما يكون عندك موقف تتذكر موقف الحسين، يجي حتى الكلام ويا الدمع. حتى يعني شلون هسه احنا مرات المثل يقول لي شوف مصيبه غيرها تهون مصيبته. احنا لما نتذكر القضيه الحسينيه ومصيبه الحسين، اي والله، تهون مصائبنا، تهون قضيتنا، يعني مو سهله، مو هينه، يعني صعوبه. جميل الدعاس، تعاملت مع شعراء؟ اي تعاملت، العفو رواديد، انا الحسيني. اي بالنسبه لي انا من المعلومه اللي اريد اوصلها لك، انا شاعر ورادود حسيني بنفس الوقت. اي قبل لا اكتب شعر كنت بس قليل، فتعاملت ويا شعراء. احسنت. تعاملت ويا الشاعر ابو زهراء الكويتي. نعم، الله يوفقه، موجود هو ان شاء الله. الله يوفقه. تعاملت ويا الشاعر ابو احمد الكويتي، من شعرائنا في الكويت، يكتبون القصيده الحسينيه وموفقين بها. فبعدين تعرف يعني من الله وفقني سبحانه وتعالى، الحمد لله وشكر، فانا قمت اكتب لنفسي. وبعدين مو بس اكتب لنفسي، سمعت بي الرواديد وكذا الاخوان، ظليت تنطلي الرادود. مثلا جاني الرادود عود الرفيعي الله يوفقه، صوته وامكانيه حسينيه، فقال لي تكتب لي قصائد، فكتبت له. بعد عندنا شعراء عماد الدين الدراجي كتبت له قصيده. عندنا بعد من شعرائنا العفو من رواديدنا الاخوان هم هواي، كامل الكويتي هم كتبت لهم قصايد، وبعض هواي اللي ما تحضرني اسمائهم. نعم. فكتبت لهواي، وانا هم اكتب لنفسي قلت، فالسير كله فجمعت بين هاي وبين هاي. ان شاء الله موفق. الله يحفظك، ان شاء الله موفق لك والتطيل غيره. الله يحفظك استاذ. بعد ما استمعنا للاخوه في هذه الحلقه نروح فاصل وراجعين لكم، خليكم ويانا. أحبة المشاهدين، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل الحسيني
بين رادودنا واخونا والموفق علي عبد الامير الدلفي والشاعر الحبيب المبدع جميل الدعاس. الله يحفظك، ما عليك زوج، تسلم. طبعا احنا احيانا لما اكون وين اتجه لعلي هذا الصوت والخامه الصوتيه جميله، ولما ارجع الجميل هاي الصور الشعريه الحسينيه اللي تخلي الانسان يشتاق لها. تسلم يا طيب. لون من الوان النبطي. نعم. وهو يمكن الحدي او النعي. الحدي الركباني استخدمناه احنا. اها. ايه. البادي هو. البادي هو للبادي. احسنت. محضر لنا من عنده شيء؟ ان شاء الله. نسمع ان شاء الله. نعم. انا بخدمتكم. الله يوفقك. الله يخليك. احنا وقتنا نتمنى يعني بدون فواصل وبدون حوار، لكنه هيك هو سياق البرنامج. الله يحفظك. الله يرحمه. طبعا هي هذه انا طريقتي قبل فتره هذا اكتب الحدي الركباني. نعم. هو ينقري لونين، ينقري فرح وينقري حزن. احسنت. اي بس هو يعني انا اتاثر به من يكون للحزن ذكر به في الدموع. الحدي قلت لك هو موجود ويستخدمونه حتى خطباء المنبر. احسنت. بس انا استخدمته يعني بطريقتي الخاصه اللي احبها انا. الله. اي الله يحفظك. والنعي او الحدي هو الحدي نفسه حدي. اي حدي بس بطريقه ثانيه، يعني مو بطريقه اللي يستخدمونها على المنبر، اكو الطريقه هسه راح اقراها لكم. احسنت. احسنت. نسمع. هاي الطريقه الضعن، ضعن الامام الحسين سلام الله عليه. الواقعه من طلع من المدينه وبته موجوده العليله سلام الله عليها. فكانما من طلع الضعن فصاحت ورا الضعن تريد تحاكي ابوها. هنا الحوار صار بيناتهم سلام الله عليهم. فتقول يوم وين سرايا ومدايا ضايا، يوم وين سرايا ومدايا ضايا، من ارض المدينة الكربلاء ما شاء الله. ما شاء الله. ويا مالي معاشر قضايا، لحسين بين سيدايا الملايا، ولحظات علي مفرايق بيدان، ولحظات علي مفرايق بيدان، وجمع عيال لو كيل هلا ما شاء الله. ولحظات علي مفرايق بيدان، وجمع عيال لو كيل هلا، لنطيف لا خايا الفلي سرى، ما شاء الله. لنطيف لا خايا الفلي سرى، صحات ترى معايا العلايا يا والدي، لنطيف لا خيال فاللي سريان، صحات تريان معايا العلايا، يا والدي لا تمنع، يا والدي لا تمنعان من شوفتك والعائلة. الله عليك يا والدي لا تمنعان من شوفتك والعائلة، أرجوك توقف تسمعان، أرجوك توقف تسمعان
فراقك صعوب ما أحمله يا والد أرجوك توقف تسمعان فراقك صعوب ما أحمله يمي انت وعيوني عما اشوفك يمو يمي انت وعيوني عما ولو غيبت لحظة شمايا اطول الله عليك يمي انت وعيوني عمان ولو غيبت لا يا احظش ما يا اطولا لو بيدي رايا رجعت يا الزمان لو بيدي رايا رجعت يا الزمان ويام اللي جمنا أولا لو بيدي رايا رجعت يا الزمان ويام اللي جمنا يا أولا قالوا قفوا وللطواحة هذا الإمام الحسين يقول قالوا قفوا وللطواحان لبنايتي ودمعوا هلا قالوا قفوا للطواحان لبنايتي ودمعوا هلا يا بنت ظل بايع الوطايا يا بنت ظل بايع الوطن والعيش ربك يكفلا والعيش رايا بشيك فلا سن موفق اعتذر انا طلت عليكم. بالعكس هو الحد الحسيني والقصيده الحسينيه كل ما تكون اكثر الانسان يشتاق لها يحب يسمع. استاذ هو هذا خاصه هذا اللحن انا يبكيني يعني حتى من اقعد والله من اقعد ويا روحي واقرا هذا اللحن انا اظل ابكي. انا اعد فد مواقف يعني ويا العليله لازم ابكي وياها لان هي طفله وظلت وحدها. علي عبد الامير طبعا احنا اليوم نتمنى الوقت تكون 3 ساعات او 4 ساعات حتى نسمع. الله يسلمك ان شاء الله. فمحاضرنا يمكن نعي وبراحتك نعي قصيده ماكو اي. كيفك انت شنو اللي عجبك؟ لان وقت داهمنا جدا هاي اخر قصيده تكون. قصيده للشاعر ابو حيدر المجراوي. احسنت. الله يطيل بعمره ان شاء الله. الله يطيل بعمره. هذا الانسان الخلوق كبير بالنسبه لي. كبير باخلاقه. القصيده الحسينيه شاعر الله يوفقه ان شاء الله. حسين مخلص هذا الانسان. سكتي لي عيون يا زينب سكتي لي عيون. الله الله. شدة وتهون يا زينب شدة وتهون. سكتي لي عيون يا زينب سكتي لي عيون. الله الله. شدة وتهون يا زينب شدة وتهون. عاد عيت على القمر كون ما جيبي النهار. الله. عاد عيت بي على القمر كون ما جيبي النهار. سكتي لي عيون يا زينب سكتي لي عيون. الله الله. سكتي لي عيون يا زينب سكتي لي عيون. شلون تبكي الآن أخوها وتشكي من النار. الله الله.
الله الله. وبالأخص لو جدها طه يعني بضعة فاطمة. الله. شلون تبكي الآن أخوها وتشكي من نار الظما. وبالأخص لو جدها طه يعني بضعة فاطمة. أنا وياها ارتباطنا برابطة حامل حمى. الله الله. برابطة حامل حمى. تعطش شلون يا زينب تعطش شلون. أقلب الكون على مية. أقلب الكون مو ابن فارس مضر. كون ما جيب النهر سكت لي عيون. سند موفق. فدوى القلب. موفق من له. طبعا ان شاء الله ويحفظك. كل ما نسمع هاي الصوت الجميل انت الاجمل والاصوات المشابهه، هاي الخامه الصوتيه الجميله جدا. ان شاء الله ويطيل. فناخذ قصيده اخيره من جميل لانه الوقت جدا داهم. الله يحفظك. انا راح اقرا مقطوعه زهيري للامام العباس سلام الله. احسنت. الله يوفقك ان شاء الله جميعا. يقول عباس سلام الله عليه. عباس يوم الحرب بجفوفه الباسله. عباس يوم الحرب بجفوفه الباسله رمز الشجاعه وكفو ضد العدا باسله. عباس يوم الحرب بجفوفه الباسله رمز الشجاعه وكفو ضد العدا باسله. من سيفه شردة زلم بين الزلم. الله الله. باسله. الله الله. الله عليك. الله الله. من سيفه شردة زلم بين الزلم باسله. من حيث ابو الحسنين كل العلم علمه. من حيث ابو الحسنين كل العلم علمه. مرفوع وسط الحرب رمز النصر علمه. مرفوع وسط الحرب رمز النصر علمه. مو دولة عالم فخر عباس اسم عالمه. مو دولة عالم فخر عباس اسم عالمه. وميدان طف كربلاء ميدان طف كربلاء ميدان طف كربلاء كلها صفة بسلة. الله. ميدان طف كربلاء كلها صفة بسلة. يقولوا راح ابدي واسولف كله في الماي ايش كثر عباس بالطف. كله في الماي. الله الله. راح ابدي واسولف كله في الماي ايش كثر عباس بالطف. كله في الماي اخذ درع الشجاعة. كله في الماي الشريعة بخزرته تلوذ برغي. الله الله عليك. الله الله. الله عليك. الله يحفظك. موفق. الله يحفظك. نسأل الله بحق الحسين القبول لهذه الأصوات الحسينية والكتابات الحسينية. ما عليك زود. الله يرعاك. كرار طيب. طبعا احنا المله اليوم نحب نتعب وياه لكنه للحسين ما في تعب ان شاء الله. مقطوعه او نعم سمعت نختم البرنامج وياه. بيت ابو ذي. نعم. يا خيماي يا خيماي يا خيماي قسى بحر الحزن بيه. الله الله. قسى بحر الحزن بيه يا خيماي يا خيماي يا رحت والشمس لاحتني. الله الله. خويا رحت والشمس لاحتني. يا خيماي يا خيماي تذبح صرخة ايتامه. الله. يا خيماي وانا الوحد ومشدود يدي. الله الله. وانا الوحد ومشدود سنت. أنا زينب يا زهرة شلون يمنى. الله الله. أنا زينب يا زهرة شلون. أبو ذي مالته بس تقرأ هاي الأبو ذي. أنا زينب يا زهرة شلون يمنى. الحزن نوخ رشابه ونزل. الحزن يمنى نوخ رشابه ونزل. الله الله. يمنى ترجع كون للعباس. ترجع كون ابو فاضل. ترجع كون للعباس يمنى لابو الغيره واقول لاختك سبي. الله. لابو الغيره واقول
اختك سبي. الله الله. هي لابو الغيره واقول اختها يا سنت هيك سبي. شكرا لهذه الاصوات الجميله. الله يوفقك. كلمه اخيره استاذ جميل. الله يحفظك. طبعا نشكركم، الله يرعاكم، ونشكر قناه الموقف، ونشكر الاخوه اللي تعبناهم ويانا الله صراحه، راحه ان شاء الله. الاخوه اللي خلف الكواليس، المصورين، المخرجين، وشكرا للاستاذ سعد محمد الله وبكرار يرعاك على هذه الدعوه المباركه. الله يوفقكم، ونسال من الله ان يوفقنا ان نكون خدام الحسين، اللهم رب امين، ما دمنا احياء. التوفيق اي والله نسال من الله التوفيق. انه استاذ سعد جدا نشكرك على هذه الدعوه القيمه. الله يخليك، الله يحفظك ويطيل في عمرك، ونشكر الاخوه خلف الكواليس تعبناهم اليوم ويانا. الله يوفقهم ان شاء الله ويكثر من امثالهم بعد محمد وال محمد. ونسال الله القبول لنا ولكم ولجميع خدمة اللهم رب امين. وشكرا لهذه القناه العراقيه الفضائيه قناه الموقف، الله يوفقها ان شاء الله لكل خير. الله يوفقك ان شاء الله. ايضا شكرا لكم محبه المشاهدين، الى حلقه ثانيه والى ضيوف ومبدعين جدد. الى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.